وكلنا النهارده بنحتفل النهارده. يلا لايكات، لايك 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 لايك. انا النهارده علينا كلنا يا استاذه خديجه، ومصر مصر 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 تعيشي يا مصر، مصر 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 تعيشي يا مصر. انا كنت كاني قاعد في الاستاد، كنت بشوفه في النادي، كنت بشوف الماتش في النادي عندنا كده، استاد بتاع كرة اليد، حطوا فيه شاشة كبيرة. ويا مساء الفل يا استاذ هاني، مصر 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 تعيشي يا مصر. وشاشة كبيرة، والنادي كله على المدرجات، وتحت فيه بتاع 1000 كرسي قدام الشاشة الكبيرة. نادي الزهور في مدينة نصر، مع صديقي الجميل رئيس النادي والهيد بتاعنا المستشار الكبير محمد الدمرداش، وعامل جو في النادي، نادي الزهور في مدينة نصر او في التجمع، عامل جو جامد قوي، يعني اكنك قاعد جوه الماتش، وكله بقى الوانات وبتاع وعلم مصر على وشه. لا النهارده كانت ليله حلوه، ومش عايز اقول لكم بقى وانا راجع الشارع عامل ايه، الناس بترقص في الشارع على الهاي واي. يعني لا كانت ليله حلوه. انا طبعا ليا اعتراضاتي، لان انا راجل في يوم من الايام كنت لعيب كوره. فمحمد هاني خاب، محمد هاني وهو صغير كان احسن كتير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، استاذ زين من سوريا، وقال بوم 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 بوم. أستاذ هاني مبروك لمصر، ومصر مصر مصر تعيشي يا مصر. الله يبارك فيك، وأحلى تريليون مبروك جاي لنا من سوريا، أحلى تريليون مبروك جاية لمصر من سوريا. نفسي أعرف شعور سود القلوب اللي كانوا بيتمنوا لنا الفشل. خلينا عايشين بقى في الفرحة بتاعتنا احنا. اللي أنا عايز أسأله وأنا بقلب كده، استاذ هاني حبيب قلبي، واستاذ زين، كلكم والله اصحابي وحبايبي. اللي انا عايز اساله، يعني هما الغزاويه في ايه ولا في ايه؟ انت بتصدر لنا ليه ان انت بتشجع مصر في كاس العالم؟ هو انت عندك وقت ولا حياه عشان تتفرج على كاس العالم اللي مالكش فيه؟ اه، لا احنا مش فراعنه يا استاذ زين، احنا قدماء مصريين، احنا مش فراعنه، احنا قدماء مصريين. الفراعنه دول بتوع الهكسوس، ما احنا اتكلمنا في اللايفات اللي فاتت يا استاذ زين. فرعون هو شخص اسمه زي ما انا اسمي حسن، هو اسمه فرعون، وانت اسمك زين. ده فرعون، وده كان ملك الهكسوس اللي في الشمال، ما هوش مصري، ده ملك الهكسوس. انما مع سيدنا يوسف قال، في سورة سيدنا يوسف قال ملك، وفي سورة سيدنا موسى قال ملك، والاتنين اتربوا في بيوت الملوك المصريين القدماء المصريين. ففرعون الخروج ده مش تبعنا، ده تبع الهكسوس. يعني حتى احمس سمع الخبر قام طلع واخد الشمال كله اول ما عرف ان غرقوا. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ، يا رب كده يفكها عليكم انتوا كمان، ونشوفكم في كاس العالم معانا يا رب. كنت بحب بقى ايه، مصر والارجنتين. الارجنتين طراطيف صوابعه، بعدين قفلت وقلت اجي بقى ايه لاصحابي كده ونتكلم سوا. هي يا استاذ رول، انا بقالي كتير ما بنشوفش اسمك هنا. فمبروك لمصر، مبروك للمصريين. زي ارجع واقول انا عندي، يا رب يفكها علينا ونخلص من الدواء. هش يا باشا، ما هو اتقالت من استاذ هاني،
على قناته. سوريا مش هتهدى غير بعد ما الدنيا كلها تبقى ضرب نار. هو فاهم، فهو ده متوقعينه يعني. انا لسه قبل ما اخش بشوف الاخبار، تفجيرات في سوريا وتفجيرات في لبنان وحاجه يعني ما يعلم بها الا ربنا. بس ارجع واتكلم تاني على، ثواني اقفل الاخبار اللي بتجيلي من التليجرام. ارجع واتكلم تاني على المنتخب. يعني تحس كده ان في بطء فكري في التنفيذ ما بين الدماغ وما بين الرجل في كل اللعيبه. يعني النهارده من اول الماتشات بصراحه، عاشور هو النجم. حتى صلاح، لا عاشور تفوق على صلاح. يعني عاشور هو النجم النهارده. بجد الولد بيلعب، الواد ده من ساعه ما اتنقل من الزمالك للاهلي. يعني انا صعب جدا ان انا اتفرج على كرة مصري عموما. بس في المنتخب الواد ده بيلفت نظري بصراحة يعني. بس هو ايه، كان صغير لما سافر، فما اعتناش بنفسه زي صلاح. بس هو لسه صغير، ومعظم المنتخب بياخد منتاليتي صلاح دلوقتي. وهو ده اللي لازم يبقى عند الناس، تغيير المنتاليتي عشان نعرف نعيش بقى ونعرف نتواكب يعني.